أعزائنا الزمهلاوية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونضغط لايك ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد. أحمد سيد زيزو خلاص. أحمد سيد زيزو وقع لنادي سعودي الصفقة لمدة 3 سنين. تم التوقيع في إحدى الكافيهات في القاهرة في المعادي. قيمة الصفقة 10 مليون دولار. متخيل حضرتك 10 مليون دولار؟ يعني نادي الزمالك باع أحمد زيزو خلاص. نادي الزمالك بيفضى من كل نجومه. هل الصفقة يكون فيها عائد مالي كويس لنادي الزمالك علشان يقدر يسد مرتبات اللعيبة ويسد الديون اللي عليه؟ الله أعلم. هل أحمد سيد زيزو يكون الحل السحر لنادي الزمالك عشان يخرج من أزمته؟ الله أعلم. لكن الأكيد إن أحمد سيد زيزو خلاص وقع. مدرب الشباب السعودي لما شاف أحمد زيزو في البطولة العربية قال لك بس هو ده اللي أنا عايزه. أحمد سيد زيزو اتغلب على جميع اللعيبة اللي قابلهم في البطولة العربية وكان مستواه أعلى. المدرب بتاع الشباب شافه قفش فيه، قال لك هو ده يا إما بلاش، هاتوني زيزو، أنا عايز زيزو. فين زيزو؟ ادوني زيزو. ومضى ب10 مليون دولار. طبعا كان احمد سيد زيزو راح هو والده من يومين لنادي الزمالك وطالب بمستحقاته المتاخره بقى لها 6 شهور ولم يلقى اي رد ولم يلقى اي جنيه. اللعيبه كمان مش عايزه تنزل التدريب، عايزين فلوسنا. فاكرين فيلم 4-2-4 بتاع يونس الشلبي وسمير غانم لما كان ما بيديش اللعيبه فلوس واللعيبه قالت لك مش نازلين؟ هو ده. اللعيبه قالت لك لا في سما ولا في ارض، ما احناش نازلين نلعب، هاتوا الفلوس اللي عليكم، هاتوا الفلوس اللي عليكم الاول واحنا ننزل نلعب. طبعا الفلوس اللي عليهم مش موجوده. رئيس نادي الزمالك خلاص عين ابنه رئيسا جديدا على نادي الزمالك، يعني الرئيس وابنه بقوا رئيس لنادي الزمالك. العمليه بقت سبهلله، العمليه كده بقت ايه؟ بالتزكيه. يعني الزمالك دلوقتي بقى ملاكي. رئيس نادي الزمالك بيقول لك انا حجه في القانون، وانا حجه مش عارف مؤلف اصغر مؤلف في مصر، وانا ضربت السفير الاسرائيلي بالجزمه، وانا استقلت من على المنصه. حط كمان جنبها وانا عينت ابن رئيس لنادي الزمالك. ايه ده؟ يعني التهريج تهريج تهريج، اقسم بالله مهزله. احمد عيد وقع لنادي المصري، نادي المصري استفسر لاهله موقع في زمالك ولا في انبي، لكن في شكوى بين الزمالك وانبي على احمد عيد. لو نادي الزمالك كسب الشكوى لسه ما اتحققش فيها في اتحاد الكوره، لو نادي الزمالك كسب الشكوى هيكون احمد عيد لاعبا في نادي الزمالك وهيكون في بطلان لتوقيع عقده مع النادي المصري. لكن احمد ايمن منصور خلاص مشي، انما احمد عيد اصلا لاعبا في نادي الزمالك. فنادي الزمالك لو اتحكم له في اللاعب هيرجع يلعب عادي جدا في نادي الزمالك. فلسه اما نشوف الايام اللي جايه هتعمل ايه. نيمار خلاص يا جماعه. نيمار تخيل الصفقه الاسطوريه، صفقه اسطوريه لنادي الهلال السعودي. نيمار لما يصبح الصبح يتمطع كده بيخش له دولارات في جيبه. جميع انظار العالم هتتجه الى السعوديه. عندك نيمار وعندك كريستيانو وعندك هندرسون وعندك فيرمينيو وعندك ومحمد صلاح جاي في السكه. يعني كل اللي قلناه ان محمد صلاح خلاص رايح الى نادي اتحاد جدة. خلاص رتوش اخيرة تفصل محمد صلاح عن نادي اتحاد جدة. اتفرج بقى على الدوري السعودي واتفرج على تسويق الدوري السعودي والفلوس اللي هتدخل للدوري السعودي عن طريق التسويق هتبقى عاملة ازاي. يعني ما يكون كم من النجوم دي، يعني بين سبورت شكلها كده هيروح عليها. يعني كم من النجوم دي في الدوري السعودي خلاص جميع انظار العالم هتتجه انها تشتري حق البث للدوري السعودي. يعني الكلام ده بيرفع البث السعودي بدرجة ممتاز او بدرجة كبيرة جدا. فاحنا هننتظر في الايام اللي جاية ونشوف. زيزو الى الشباب السعودي ب10 مليون دولار. محمد صلاح الى اتحاد جدة السعودي بحوالي $1 مليار في 4 سنين. نيمار صفقة حدث ولا حرج، مش عارفين نعد الفلوس، يعني مش عارفين نكمل الفلوس كام. كريستيانو راح بمبلغ اسطوري، هندرسون وفيرمينيو راحوا بمبالغ عالية، وفيه هو في ايه. لكن امبابي بلغ السعوديه انه قاعد في باريس سان جيرمان السنه الجايه ومش هيمشي لاي سبب من الاسباب. تخيل لو امبابي بقى كان جه السعوديه كمان، ينهر فلوس وينهر مهارات وينهر دوري. احنا بنتمنى ان الدوري بتاعنا ينهض بالشكل ده. هل في يوم من الايام هنشوف نفس الكلام في الدوري المصري؟ هل هنلاقي الدوري المصري وانديه الدوري المصري بتتعاقد مع نجوم العالم؟ انا اشك بس اتمنى. عاوزين نرفع بالدوري المصري، نرفع مستواه علشان يبقى دوري مصري قوي ويبقى دوري فيه تنافسيه عاليه. في نهايه الفيديو ما تنساش اللايك وشير وكومنت وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.